مساء الخير حبايب عيلتنا الفرفوشة، وحشتونا قوي قوي قوي. ده أول فيديو لينا يا جماعة في رمضان على الفطار. النهارده بس سمحت الظروف إن احنا نيجي بدري، فعرفنا نصور يعني. فاطر ده مالكوش دعوة. ده ملوش. العيال معانا هم عشان التجميع. احس المغرب ما اداش، قاعدين مستنيين اهو. فقلنا ندردش معاكم شوية كده وبتاع ده، ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. خلاص العيد ان شاء الله زي يوم السبت فاضل له اسبوع. الحد هم قالوا الحد فاضل له اسبوع ان شاء يوم الله. 2 مايو هيبقى باذن الله فاضل له اسبوع ان شاء الله. فربنا يجعله كده عيد سعيد علينا جميعا وعلى الامه الاسلاميه وعلى كل المسلمين وكل الناس في الدنيا، ويكون كده يعني ربنا يفك الكرب اللي احنا فيه ده. انتوا وحشتونا قوي، ومعلش سامحونا على ان احنا بقالنا فتره ما طلعناش. بس انتوا عارفين رمضان بقى والصيام بصراحه الواحد ما بيلحقش. بالظبط. على الواحد ما بيخلص الاكل ما يقدرش اقوم اقعد اصور بصراحه. صحيح. وفي نفس الوقت مواعيده صعبه قوي يعني. بعد بيفطر وبيتهلك. فالحمد لله عرفنا نخطف فيديو بعيدا عن الوصفات اللي نزلت في الفتره اللي فاتت في رمضان. سامحونا عليها بقى، هي مش منطقتنا خالص، بس هنعمل احنا لازم ننزل عشان القناه عارفين تشتغل يعني وكده. احنا حبينا برضو نقدم لكم حاجه جديده يعني. احنا النهارده هنفطر اكله سوريه من مطعم سوري. الاكله اسمها المنسف، حاجه كده فاخر من الاخر، حاجه قويه جدا، طعمها حلو قوي. هي شبيهه شويه يعني قريبه من البرياني والكبسه الحاجات السعودي دي، بس دي سوري. والرز بتاعها بيبقى اصفر والفراخ. استنونا نبدا معاكم بعد اذان. رجعنا لكم يا جماعه منتصرين الحمد لله، قال الله اكبر، والرجاله خدت لها يعني كسر صيامها كده. خلونا نبدا مع بعض التجربه ونقول بسم الله. يلا بسم الله. يلا بينا. انا رايي تجيب الزين طبق، لان زين. استنى يا حبيبي، استنى يا بابا. بس يا اخواتك انا بقى مش هغرف والكلام انا باكل على طول من الصينيه. انا اصلا باكل الكلام ده بايديا، بس الحبيبه قالت لي لا ما تاكلش بايدك. لا ما تاكلش بايدك. يا سيدي حلوة؟ حلو قوي، حلوه قوي. كنت جبت طبق للاستاذ ده. مش هيعرف ياكل الطبق في الاخر، هيتلقوا علينا. الوش غرقان مكسرات ما بين لوز وكاجو. استنى نجيب ده دبوسه، اديك الدبوسه. وحطيناها قرن فلفل عامل ازاي؟ مش زبيب. يلا هو بيحب يمسمس في الدبوسه. امسك يا سيدي. بصوا يا جماعه شغل بجد. لا الفراخ سايحة. فراخ هما كانوا كده قطع طيب. المعلقة، وقطع المعلقة. حلو قوي قوي. البركه حلوه قوي. الايه؟ البهارات اللي فيها. السوريين يا جماعه تفوقوا جدا في مصر بجد. بس انت المنسف ده اردني مش سوري. اللي يعرف يا جماعه يقول لنا يعني المنسف ده اردني ولا سوري، بس اعتقد انه اردني. اللي بيتابع قنوات الاسمر يا جماعه، لو حد بيشوف الاسمر يعني بيمسكوا الورك الفرخه يحطوه كله كده الفرخه ويطلع بالعظم. عايز اقول لكم ان زين من اكتر مشجعي الاسمر. قنوات الاسمر. ويمسك الدبوسه فيها يحطها كده يستطع بيحطها في بقه، بس ما يعرفش يطلع بيطلع بلحمه زي ما هي. فاهم؟ لا كويس. الورك على قد ما هو كبير يعني الفراخ كبيره، بس عايز اقول لكم دايب دوب. نقلة الاسمر
حلو قوي بصراحه. الفراخ في حتة تانية خالص، حتة تانية خالص. بس انا متهيألي الفراخ دي مش متبله، مش واخده تتبيله. فيها تتبيله؟ الشباب انا ما سمعتش رأي الشباب. حلوة. مش شيبسي. في شيبس يا جماعه صح، بس احنا مش مشجعين خالص، مش عارفه ليه. احنا تلاقينا في جمال الاكل. أنا لسه ما دقتهاش. السوريين ابدعوا يا جماعه في كل حاجه بجد. وده مطعم سوري يعني؟ مم. بس انا اعتقد المثل ده اردني. وهتلاقي لبناني كمان. اللي يعرف يا جماعه اصل الاكله دي ايه يقول لنا في الكومنت. لان الاكله دي من اكتر الاكلات حظا وادمانا عند السوريين، سواء بالمنسف دجاج او منسف لحم. بس هو مشكله السوريين ان هم اللحم بتاعهم بياكلوه ضاني. هو محمد شايفها مشكله عشان هو بيحب في الضاني. انا ما بحبش الضاني، انا الضاني ده اكله مشوي بس. وما بيحبش الجملي برضه، اللحمه الجملي ما بيحبهاش. حاجات كندوس وبتلو بس اللي ياكلها. انا اكل الضاني وما اكلش الجملي. فراخ دايبه حلوه قوي. لا التجربه دي من امتع التجارب الصراحه. حلوه قوي قوي قوي. يا شباب ما سمعتش الرد، حلوة. مش سامع اي اراء. دي عض الست. حلوة. عايز اقول لكم ان العيال مفرفره من الصيام والدروس. اه والله احنا متلمسين. لازم احنا مصحيين وبالعافيه عشان نفطر. ولما ممكن بعد الفطار يغمى عليها. بهارات الرز طعمها حلو قوي. قوي. مع المكسرات احلى حاجه الناس دي بقى بتحط مكسرات بجد من السوداني ها. يعني اللوز والكاجو بجد. الفوتوشوب مثلا يا بابا. لا يعني عندك في ناس مثلا تقول لك حطي لي عيش وكوز، اللوز كاجو ولوز وتقوم حاطه لك سوداني. تتبيله الرز كمان حلوه قوي. ما انا اول ما خدت اول معلقه كده كان فيها طعم بصراحه جميل. انا عشان شغال مع السوريين في شغلي هم يعشقوا كمان اللي هم بيسموها عندنا هنا فواكه اللحوم، بس ما بيعملوهاش زينا، بيعملوها بطرق تانية خالص. يعني الممبار مثلا بيعملوه ضاني مش عجالي زي ما احنا بنعمل. والممبار بيسلقوه مش بيحمروه. ويسلقوه مسلوق. مسلوق. مش محمر زينا. الكرشه بيقطعوها قطع ويحشوها رز ويلفوها بتبقى طالعه كور كده مسلوقه برضه. كل حاجه بياكلوها مسلوقه. بس هما بيعملوا مقلوبه ملهاش حل.
زين يا جماعه النهارده قاعد هادي تماما الحمد لله. ربنا هادي. حاطين فيها عنب. انا بقيت زبيب. ده؟ ده زبيب ايه؟ الصينيه دي يا جماعه هي الصينيه دي كده وعليها 5 وراك. ثمنها 200 جنيه. بس هي الصراحه تستحق ال 200 واكتر من 200. كمية حلوة، والفراخ كمان كبيرة مش فراخ صغيرة يعني، والمكسرات كتير، مالية الصينية. يعني احب اقول لكم ان دي لو المصريين عملوها توصل 400 جنيه مرتاح. مثلا نحط الفراخ اللي هي تقريبا الحشو. كل رز يا زين، كل رز يزن عايز رز يا حبيبي؟ لسه قدام. بس انا ويزن نايم. يزن نايم على فكره. هو كل بالصحة ويفضل قاعد لحد 10 الصبح 11 بعدين يدخل ينام عشان يصحى على الفطار عشان ما يفطرش. هو ده يعمل ده من الصيام، بس معلش انا تلمست العظ عشان الصغير برضه. بالظبط. كتر خيره. النهارده نايم كل مرة. بابا نايم 7 الصبح النهارده. كان قاعد جنبي هنا الصبح. برضه لسه صاحي. كان قاعد جنبي الصبح قبل ما انزل الشغل لقيته نايم. طول النوم جوه. بس هو عشان مطبق من امبارح، كان عنده امبارح درس الساعة 12 الظهر، فما نامش بعد السحور، قال هنام بعد ما اجي من الدرس. ما عرفش ينام. دخل نام الساعة 5 وصحيناه بالعافية الساعة 8 عشان عنده درس الساعة 8. الساعة 8 وربع نزل بالعافية نزل. هو يعتبر مطبق يومين. بالظبط. يعني كله انتوا بصراحة انتوا وحشتونا، حبينا بس نشارككم مش هنقول أكلة بسيطة بس هي أكلة حلوة، واحنا كل حاجة حلوة بنحب نشاركها تجربة جديدة برضك على القناة معانا. تجربة جديدة، ويا رب تكونوا اتبسطتوا استمتعتوا. مش عايزين نطول عليكم عشان ما تزهقوش مننا، ميبقاش الفيديو طويل وممل. بس أنا كان نفسي يكون في خاصية كده في التليفون توصل الطعم أو الريحة أو الناس تدوق من طريق التليفونات. شوفوا أنا دوقكم الكلام ده. الكلام ده حلو قوي على فكرة، وسعره كويس ومش غالي. يا رب تكونوا اتبسطتوا ووصلتوا معانا لغاية دلوقتي. متنسوناش في الاشتراك واللايك الجميل، كومنت جميل كده زيكم. اشوفكم على خير ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين مرة تانية. كل سنة وانتم طيبين. مع السلامة. مع السلامة. ان شاء الله باي باي. يا قولوا باي. باي. مع السلامة.